السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أحمد من قناة الدويق. احنا دلوقتي يا جماعة داخلين على كشري الزعبلاوي. كشري الزعبلاوي في شارع إزيس، شارع إزيس جنب محطة مصر. كشري الزعبلاوي ده علم من ضمن أعلام بتوع الكشري اللي في اسكندرية، ومفيش حد في اسكندرية ما يعرفش كشري الزعبلاوي. ولما سمعت عنه قلت لازم أروح أشوف كشري الزعبلاوي ده وأجربه. فأنا بصراحة كنت قريب من المكان، فقلت أروح بالمرة أشوف كشري الزعبلاوي. المهم بعد ما رحت على كشري الزعبلاوي دخلت وقابلت الأستاذ وليد. والمكان زي ما انتم شايفين، المكان في منطقة شعبية. المكان ده يا جماعة مفتوح من 1960، من أيام لما ما كانش فيه أكياس ولا علب ولا كلام من ده. كان الأول كان بيعبوا الكشري في قراطيس. بعد ما اتكلمت مع أستاذ وليد وعرفت صاحب المحل، عرفت إن زمان ما كانش فيه ولا علب ولا أكياس ولا كلام من ده. كشري الزعبلاوي مفيش حد في الدايرة بتاعت الحضر والعطارين ومنى البصل ومحرم بيه ومحطة مصر والمناطق المجاورة كلها وكرموز، مفيش حد ما يعرفش كشري الزعبلاوي، ومفيش حد في اسكندرية ما يعرفوش. جربت الكشري بتاع الزعبلاوي، بصراحة الكشري انبهرت لما اكلته. والراجل هناك عنده يعني الناس متعودة يعبي لها في اكياس. ليه؟ لأن زمان ما كانش فيه علب وكلام من ده، فالناس بتاعت زمان في ناس بتحب تاخد في اكياس، يعبي لهم في كيس ويحط له الصلصة في الكيس كده ويحط له الدقة. ازي حضرتك؟ اسم حضرتك ويعني ايه؟ بصراحة يعني حاجة جميلة. اهلا حضرتك. المحل بتاع الزعبلاوي يعني واخد شهرة جامدة وصيت جامد. بقاله قد ايه المكان يعني؟ احنا من 1960. 1960 ما شاء الله، ده من ايام الجد يعني. ايام جدي وبعد كده والدتي وبعد كده انا واخواتي يعني. سمعنا عنك ان كل خير ما شاء الله. يعني سمع خير وكشري. سمعنا ان الكشري بتاعك يعني كشري جميل وكويس وحاجتك ما شاء الله. احنا من الاصل في الكشري في اسكندريه، يعني كان اصلنا مكرونه كمان قبل الكشري كمان. يعني هي اسمها مكرونه الزعبلاوي ولا كشري الزعبلاوي؟ مكرونه الزعبلاوي. مكرونه الزعبلاوي هي مكرونه بس وكشري بس، مفيش سندوتشات او كلام من ده؟ دلوقتي مفيش سندوتشات، دلوقتي في كشري ومكرونه يعني. طيب يعني انت معروف بالنسبه على الدايره هنا بتاعت كرموز وشارع راغب ولا اسكندريه كلها تعرفنا يعني، بس احنا ايه يعني شاء الله. قريبين مننا بيجوا لنا، والدعاة برضك بيجوا لنا الحمد لله. ربنا يوسع عليك. يعني انت حضرت بقى الكشري والكلام ده لما كانش فيه علب زمان؟ لا ما كانش لسه، ما كانش في حاجه بلاستيك، كان اللي بيجيب حله كده ياخد مكرونه، يجيب حله ياخد كشري فيها، معقولة؟ او قراطيس مثلا ورق كده يعني. في الستينات ما كانش فيه علب ولا ما كانش كده لسه في بلاستيك ولا علب ولا الكلام من ده. ربنا يوسع عليك يا رب. يعني ملاحظ ان في ناس بيقولوا ان بيجي عند حضرتك وبياخدوا الكشري في كيس. في ناس بتحب بيحصل الكلام ده فعلا؟ بتاخد مكرونه في كيسه او كشري في كيسه. هم يعني بيحبوا كده؟ بيحبوا عشان يفكروا بقى زمان احنا كنا بناخده في كيسه. زمان كانوا بياخدوا في كيس، هم متعودين على كده. على كيسه. ربنا يوسع عليك يا حاج وليد ويكرمك. معاك احمد من قناه الدويق. ويعني احنا سمعنا عن حضرتك وعن المكان كل خير باذن الله ان شاء الله. الله يوسع عليك. حضرتك من المنطقه؟ من المنطقة. بتيجي المحل ده من زمان يعني؟ بقالي كده 20 سنة 15 سنة باكل منه. وايه رايك في الكشري بتاع الزعبلاوي؟ هو يعني بقاله بتاع 30 سنة الراجل فاتح هنا يعني. والكشري بتاعه ايه نظامه؟ لا بسم الله ما شاء الله يعني. والخدمة عنده كويسة والناس كويسة وكل حاجة كويسة. يعني من وانت صغير؟ من وانت صغير بتيجي المكان ده؟ تالتة إعدادي يا باشا باجي. بص عليك. من عند الزعبلاوي نجرب الكشري. الكشري شكله يفتح النفس وشكله جميل. نجرب ندوق الكشري. الكشري عباره عن عدس وده بصل. بس البصل شكله عامل ازاي يا جماعه؟ مكرونه اللي هي المرمريه، اللي هي العقل المرمريه. احلى حاجه في الكشري اللي هي المكرونه المرمريه ديت، العقل. بصل زي ما انتم شايفين لونه ذهبي وجميل. عدس ابو جبه.
بص التسبيكه بتاعت الطماطم عامله ازاي والشعريه. شويه كشري ما شاء الله يفتح النفس. بسم الله الرحمن الرحيم. شويه كشري جدع. ايه الجمال ده يا عم وليد؟ بسم الله. انت كده هتخليني اجي لك كل يوم يا عم وليد. شويه شرف كشري إن شاء جدع الله. والله العظيم. بس لا بتحب الحامي. انا بحب الحامي. شطه ايه؟ ايه الجمال ده يا عم وليد؟ تسلم ايدك يا عم وليد. الله يكرمك.